الكبدة الاسكندراني كلنا بنحبها وبنعشقها وبنشم ريحتها كده واحنا ماشيين، بتبقى ريحتها تجنن من عربيات الكبدة. انا بقى هقولك على طريقتها الصح المظبوطة بكل تركاتها علشان تطلع معاكي بنفس الطعم والريحة بتاعة عربيات الكبدة اللي بتجننا كده من ريحتها. يلا بقى عشان اقولك اول سر فيها وهو خلطة الكبدة بقى اللي هنجهزها دي. معايا هنا معلقة كبيرة من فلفل حار مفروم، وكمان معايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومن كل حاجة من اللي هقولك عليها من التوابل دي نص معلقة صغيرة ملح فلفل كمون كزبرة، ومعايا معلقتين او 3 كبار كده من الخل، وكمان معايا عصير ليمونة كاملة. هعصرهم وهقلبهم كويس مع بعض، وهي دي الخلطة اللي هتخليلك الكبدة بتاعتك اجمل من بتاعت بره بكتير. بعد ما بقلبها كده كويس مع بعض، دي احنا هنستخدمها على 3 مراحل هقولك عليهم، وكل مرحلة فيهم مهمة ان انتي تعمليها لانها كده هتديكي الطعم بتاع بره الحلو. اول خطوة هنحتاجها فيها هي ان احنا نحط شوية كده على الكبدة، هقلبها فيها وهسيبها دي دلوقتي على جنب، وهخلي الكبدة تتبل شوية كده حوالي ربع ساعة في الخلطة دي. وبعد كده هبتدي بقى ايه ان انا اسويها. هكون محضرة الطاسة بتاعتي على النار فيها زيت سخن، وهاخد منها معلقتين كبار كده حلوين برضو من الخلطة دي، وهقلبها تقليبة. انا مش هسويها الاول، لا انا هقلبها كده بس تقليبة. وبرضو شوية من الفلفل المقطع سواء حار او بارد، بس هو الافضل ان انت تخليها مشطشطة كده شوية عشان يبقى طعمها حلو زي بتاعت بره. مش بسوي الفلفل الاول، لا انا بقلبه بس تقليبه كده، وبنزل عليه بكل الكبده بتاعتي، وبفضل ايه اقلب فيها. ما تطوليش بقى في التسويه، لان انتي لو طولتي في التسويه فيها بتنشف الميه اللي جواها ولونها بيغمق وطعمها وريحتها بتتغير خالص عن بره. هي حلاوه الكبده ان هي تبقى تسويه خفيفه. تمام. انا هنا بقى زودت لها شويه كده من الفلفل الالوان، ممكن تستغني عنه وتكتفي بس بالفلفل الاخضر. وهنا ظبطت شويه كده الملح لانها كانت محتاجه شويه من الملح. هقلبها كده شويه، وبعد ما خلاص بقى استوت ما خدتش غير 10 دقايق تقريبا على النار. دي بقى تالت مرحله واهم مرحله فيهم، ان انا خدت بقيه الخلطه اللي عملتها حطيتها على الكبده بعد ما قفلت النار. تمام. يبقى كده حطينا وهي نية، وحطينا اول ما حطينا الزيت، وتالت مرحلة بعد ما خلصت معايا خالص. وهبتدي بقى احشي اجمل سندوتشات كبدة هتاكليها في حياتك. واو ما تنسوش لازم تكون عاملين شوية طحينة كده حلوين، ومعاهم شوية كده من المخلل عشان تبقوا اكلت الوجبة كده جاملة وجميلة. على فكرة الطحينة دي انا عملتها بشوية برضو من الخلطة اللي انا كنت مجهزاها، بيبقى طعمها حلو قوي. اجمل سندوتشات كبده هتاكليها بجد حلوه قوي. وممكن تعمليها وتاخديها وانتي خارجه وتاكلوها بره، هتوفرلك كتير جدا من ان انتي تشتريها من اي عربيه، وكمان هتعمليها جميله جدا جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم دايما بخير. سلام.